أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد بعد أن تابعنا فقرة أعلام. نعود مجددا لأجواء السباق. نستدعي المتسابقة الثالثة والأخيرة في هذه الحلقة، وهو الشاعر البو محفوظ. بسم الله. تحية للأساتذة أعضاء لجنة التحكيم وللحضور وللمشاهدين أيضا. النص بعنوان مهد الحب. لأجلك حرفي في القريض يطيعني، لأجلك حرفي في القريض يطيعني، بلحظة كشف استشف جمالها. يدثر ثوب الشعر روض مشاعري، لأنثر حبا في القريض خلالها. يدثر ثوب الشعر روض مشاعري، لأنثر حبا في القريض خلالها. إليك رسول الله يممت وجهتي، إليك رسول الله يممت وجهتي، كمئذنة الأشواق تدعو بلالها. لأنك مهد الحب جئتك زائرا، أجوب خيالا في المديح حيالها، وأنثر هما في توهج رحلتي، أحملها صوت الحياة وحالها. وأسأل كنه الغيب كيف للحظة تفيض هياما أن تعيق وصالها. وينكشف الهم القديم إذا بدت عيانا أمامي تستحث خيالها. بطعم ركام الحرب أكتب قصة، وتلقي عليها المفردات ظلالها. تبلسم كنه الجرح تحنو على دمي، فيعشب جدب الروح يدني دلالها. لأنك صوت الحق صارت قصيدتي، تترجم حبا في الخيال مقالها. لأنك صوت الحق صارت قصيدتي، تترجم حبا في الخيال مقالها. صلوات ربي وسلامه عليه. شكرا جزيلا لك البو محفوظ. الآن مع آراء لجنة التحكيم، ونبدأ معكم دكتور تقي. شكرا جزيلا شاعر محفوظ على هذا النص الجميل المنساب الذي يأخذ بعضه برقاب بعض كما يقال. جميل قولك إن القريض يطيعك في هذا المكان، فمن وجد مكان القول ذا ساعة فليقل، وأنت وجدت مكان القول ذا ساعة، لأن هذه شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لشاعر أن يقول إنه عاجز في هذا المقام. جميلة الصورة في قولك وينكشف الهم القديم إذا بدت عيانا أمامي تستحث خيالها. فأنت منسجم في هذا النص مع الدافع الشعري الذي دفعك إليه أصلا، وهو محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في بعض الصور عندك غبش وضبابية، وذلك مثل قولك بطعم ركام الحرب اكتب قصة. أعتقد أنك غيرت الشطر الأخير. نعم، ينبغي أن تكون الصورة واضحة، ينبغي أن تكون الصورة واضحة للمتلقي. كما اعترى ضعف التأليف قولك لأنك صوت الحق صارت قصيدتي تترجم حبا في الخيال مقالها. بياتك شعرية جميلة، ولغتك شعرية تحتاج قليلا من الترتيب، وموسيقاك الداخلية جميلة رفدت بها الموسيقى الخارجية للنص، والتي يطبعها الاسترسال وقلة المطبات. ومن هذه الموسيقى الداخلية قولك كنه الجرح وكنه الغيب، وهذا تكرار جميل. وكذلك تكرارك لأنك مهد ولأنك صوت الحق، لأنك مهد الحق ولأنك صوت الحق. أتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا لكم دكتور محمد أمين. أهلا وسهلا بك عزيزي البو. في الحقيقة
قد أختلف أن المقام يصعب، لأننا أمام حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو مسجن، وهي مصيبة ما بعدها مصيبة، فقد انقطع الوحي وقد وقع كثير من الصحابة الأجلاء كبار الصحابة كعمر نتيجة هذه الدهشة، فاستل سيفه ورافضا لمن يقول ذلك، إلى أن ثبت الله القصة المعروفة أبا بكر الصديق لينقذ الأمة من تلك الفتنة الكبيرة. وأنت تتخيل أنك في هذا المشهد العظيم فتزف لنا هذه القصيدة الماتعة بأسلوب مختلف وطريقة مختلفة على ما أعتقد في التفكير اللغوي والإيقاعي والشاعري في هذه البنية، وقد نم عن إحساس عميق بالإيقاع خاصة. فجاء النص محكما جميلا، لكنه يصلح لكل مجالات المديح النبوي الشريف، مع أن الشاعر خصصت شطرا لكنك حذفته في الإلقاء، حيث قلت أزور بقاع الحب وحذفته في الإلقاء كان ذلك الشطر قرينة للموقف. وقد أنجز حر ما وعد في بداية مقدمتك، يعني أنك زرت هذه البقاع بفكر شاعر حامل لمشاعر فياضة. على العموم لن نطيل عليك، ما يهمني في هذا النص أنني استمتعت بقراءته واستمتعت بإلقائك وإيمانك به، فشكرا لك، بارك الله فيك. شكرا جزيلا لكم دكتور محمد محفوظ. أهلا وسهلا أبو المحفوظ. مهد الحب عنوان ينقصه بعض العمق الشعري، وأمبرتو إيكو يقول بأن العنوان الجيد هو ذلك الذي يشوش على المتلقي ويكسر أفق التلقي، فلذلك أرجو مستقبلا أن تعمق العنوان شيئا ما. في شعرك انسيابية واضحة، وهناك بعض التماسك القوي في بعض أجزاء هذا النص، لكن أنبهك إلى أن علامات الترقيم هي مثل إشارات المرور، هي التي توجه قيادتك للنص، فتعلمك متى تقف ومتى يجب أن تسترسل في الكلام، ولذلك حاول أن تنتبه إليها مستقبلا في الكتابة. الشعر إذا كان يمكن أن يقال بأنه تجربة ذاتية، لكنه أيضا رحلة نحو الآخرين، فحاول دائما أن لا تتجه في شعرك دائما إلى الذات، بقدر ما عليك أن تتعاطى مع القارئ والمتلقي. في الدال النصي حين يستغرقك جمال اللحظة ويدثر الشعر روض مشاعرك، تأتيك القوافي طيعة وينثار عليك القريض وهو يجوب بقاع الروح سابحا في الخيال، وتلك فرصتك لتقتنص بعضا من ألق الزيارة، هي زيارة تختزل رحلة الحياة بهمومها وهيامها بدمائها وطعم ركامها، زيارة بلسمت الجرح وأعشبت الروح كيف لا، وهي زيارة إلى مهد الحب وصوت الحق الذي أعطى لك الشعر وأعطى لك معنى الحياة وسر الجمال. يا ألبو، حركة الضمائر لديك ينتابها بعض التشويش إلى حد ما، مشوشة أحيانا، لأنك مهد الحب جئتك زائرا أجوب خيالا في المديح حيالها، هذا الضمير إلى ما يعود؟ لكن حصل هناك انقطاع، يعني معناها ارتباطه بالعائد إليه فيه انقطاع يلاحظ. وكذلك ينكشف الهم القديم إذا بدت عيانا أمامي تستحث خيالها. إذن هناك بعض الانقطاع ينبغي أن تراعيه مستقبلا في حركة الضمائر حتى لا يشوش على ذهن المتلقي. أيضا وأسأل كنه الغيب كيف للحظة تفيض هياما أن تعيق وصالها. اللحظة حين تفيض هياما كيف تعيق الوصال؟ إذن هناك أيضا تشويش إلى حد ما في المعنى. وعموما نصك جميل وأتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا لأعضاء لجنة التحكيم، شكرا جزيلا لك البو، بالتوفيق، مرحبا. الآن